بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض بقى سمك، وهنعمل رز وسلطة زي ما انتم شايفين بقى الاكل الجميل ده. الواحد بقى زهق من اللحمة ومن الفراخ، قلنا ايه تغيير شوية. فجبت انا بقى السمك البلطي الكبير ده، هو الراجل نضفهولي كده وقطعهولي حتت كده اهوت. مش تخينه كده، عشان ايه ما تيجي تقليها ما تستوي معاكي وتبقى حلوه. هبدأ انا بقى اغسله طبعا. هو شال بس اللي جواه وسيبه بس كده بقى. سلكي انت بقى كده، قطعي بقى واغسلي. وطبعا احنا عارفين كلنا ان السمك بيحب النظافة، وشطارتك بقى في نظافتك بقى في السمك بالذات لازم تغسليه كويس جدا جدا. عندي كده فرشة مخصصة للسمك، حلوة قوي بتنضف، علشان ايديكي مثلا. هنغسله كويس جدا كده بالفرشه. الفرشه بقى بتجيب لك كل الحاجات اللي ما تقدريش تطلعيها بايديكي. جميله قوي، بتنضف حلوه قوي. نضفي كده السمك من بره ومن جوه. اي حاجه زياده شيليها بالمقص، اي جلد الاسود دوت برضو الفرشه بتشيله بسرعه كده. بصي بتبقى جميل ازاي السمك، زي القشطه، جميل جميل جميل. بألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل، وألف هنا وشفا اللي هيشوف السمك بتاعنا الجميل ده. فبصي بقى تغسلي، بصي تشوفي السلسله دي بيبقى فيها دم وعليها قشره كده. الفرشه بقى بتشيلها لك كلها. بصي السمك ابيض زي الفل، شمعه منوره كده جميل. اغسلي بقى كده من ورا ومن قدام، واي حاجه زياده شيليها. قطعي كده طبعا عندي الراس بتاعته ديت هقليها واعملها في صلصه في الصينيه كده، بتبقى جميله جدا وبقى طعمها حلو قوي. تتقلي طبعا الاول، وبعد كده بنعمل لها صلصه كده ونحطها فيها، بتبقى جميله جدا. لكن السمك بقى اللي هو الحتت دوت اللي يتقلي بقى كده كويس وبطريقه كويسه وتملح كويس ونقليه، بقى جميل قوي في الاكل، طري ومزبت بقى كده جميل قوي، ولحمته تخينه. ولو في اطفال ولا حاجه يبقى هو ما فيهوش شوك كتير، هي الشوكه بتاعته بتبقى طويله كده جميله جدا، لكن ما فيهوش شوك رفيع. يعني ما تخافيش على الاطفال ان هم ياكلوا ولا حاجه. بالف هنا وشفا. بصوا بقى النظافه، الفرشه بتخليه زي الفل بصراحه. اي حاجه كده زياده تشيليها، ملهاش لازمه كده شيليها. وبالسكينه كده كحتي برضو من ورا كده يعني السماك بيبقاش منضفه يعني 100%. انت بصي بالسكينه كده شيلي كل ايه القشر اللي متداري ده، الصغير ده، عشان طبعا لما تيجي تقليه ما يبقاش باين في الاكل. بس تنضفي بقى كده بالشكل اللي انت شايفاه دهوت، وتروحي بقى ايه شطفاه مره واتنين كده بالميه تحت الحنفيه كده، وننقعه بقى كده وبقى ايه زي الفل. دول بقى سمكتين سردين كده، دول كمالة ميزان. قلت له يلا ماشي حطهم مفيش مشكله. قلت برضه انضفهم كده ويتقلوا برضه، يبقى شكلهم طعمهم بيبقى حلو قوي. السمك السردين الموزه ده بيبقى طعم قوي برضه لما يتقلي برضه، وده بتاع تخليل وصواني. لكن قلت وحدايتين كده يلا مش مشكله نقليهم، خساره. جميل وطازه، والسمك بصراحه كان طازه جدا وفريش، يعني جميل قوي قوي قوي. احنا قلنا نغير بقى بدل اللحمه والخضار كل يوم والكلام ده كله، فقلنا ايه نعمل بقى النهارده سمك. فقلت اوريكم السمك ايه جميل قوي. وطعمه حلو قوي على فكره، هيعجبكم جدا لما تجيبوا السمك الكبير ده، حلو قوي. حلو وجميل وطعم يعني بألف هنا وشفا. انا بقى حطيت كده ميه نظيفه، غيرت الميه عليه مرتين، وحطيت معلقتين ملح ومعلقه دقيق، ورحت مدوباهم كده في الميه، وقلت انقعه بقى شويه كده عبال ما اعمل له ايه التمليحه بتاعته اللي هي الدقه بتاعته. معايا بقى هنا فلفل اخضر وهريسه وليمونه وتوم طبعا اساسي، وملح وكمون بقى وتوابل سمك وبابريكا وشطه وكمون. ويعني كل التوابل اللي عندك حطيها، السمك بيبقى طعمه جميل جدا جدا. اهم حاجه طبعا الليمون نحطه، والملح تظبطي الملح بتاعه عشان يبقى طعمه حلو وكده. وطبعا معانا شويه خل صغيرين كده هنحطهم برضو، بيعزز الطعم يبقى جميل قوي، ويخلي طبعا الكبه تلف معاكي ويبقى ايه وتفرم الحاجه كويس وكده. بصي بقى هنفرمه كده تمام. انا حطيت الملح بتاعه والحدق بتاعه كويس وحلو. هبدأ بقى امسك ايه حته حته كده من السمك وتملحيها من ورا ومن قدام كده اهوت. بس اقلب الخلطه كده الاول عشان الملح كده يخش في كل الخلطه. قلبي كده وخدي في طبق كده عشان تعرفي ايه تاخدي من الطبق وتملحي السمك بطريقه كويسه، ويكون كله ايه متملح حلو. طبعا ايه مش هينفع احنا نحط التتبيله عليه، لازم نمسك حته حته كده وتملحيها كده من كل الجهات عشان تبقى متبله ويبقى طعمها حلو. وهنسيبه طبعا ايه من قيمه مثلا ربع ساعه نص ساعه، انت ووقتك يعني. لو جبتي بدري، انا كان الوقت بصراحه اتاخر عليا فرحت سايباه يعني دوبك ربع ساعه كده، تبلته وسبته ورحت بادئه على طول بقى اقلي وكده.
ابص السمك زي الفل زي القشطه، ازاي مفيهوش اي حاجه، مفيهوش الهوا، الفرشه مخلياه زي الفل والنظافه جميله. خلي دايما حاجتك نظيفه كده، وكوني نظيفه في بيتك وفي مطبخك وفي حاجتك. تبقى بتسهل عليك الدنيا بصراحه، النظافه بتسهل عليك كل حاجه. بص السمك زي القشطه ازاي، بسم الله ما شاء الله، بالالف هنا وشفا يا رب. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان يجيلك اي فيديو جديد بينزل على القناه، وتعملي لايك للفيديو، اهم حاجه لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع، وتنوروني وتشرفوني، وربنا يا رب يخليكم ليا كده دايما منورين عليا حياتي كده يا رب. واتمنى يا رب من كل قلبي ان يجيلنا العيد كده واحنا في اتم صحه واسعد حال يا رب ان شاء الله. ملحت انا بقى كده السمك وهسيبه شويه. هجيب بقى كيس بلاستيك كده نضيف بتاع التلاجة، واحط بقى شويه دقيق حلوين كده، بس ما تكتريش عشان لو الدقيق فاض طبعا هيترمي، لان طبعا مكانه سمك. هحط شويه دقيق حلوين كده، واحط معلقتين نشا. النشا اللي هي ام علي عشان بيخلي السمك مقرمش كده وحلو، لو قعد معاكي مثلا بعد الاكل ولا حاجه فاض حاجه ما تلاقيش السمك طري كده لا بيبقى مقرمش كده وحلو. هجيب بقى شويه ميه في بوله كده اهوت، وحطيت عليها شويه دقه من السمك عشان املح الميه، واحط بقى السمك في الكيس وهقفله كده بالراحه، وهرج السمك ما يعفرلكيش بقى الرخامه ولا يبوظ لك البوتاجاز ولا المطبخ ولا ايديكي ولا الكلام ده كله. بصي تقلبي كده السمك في الكيس هيبقى جميل جدا. وتيجي بقى هنا حطينا ايه طاسه على البوتاجاز، وهنحط فيها شويه زيت حلوين كده، ما تخليش الزيت قليل عشان السمك بتاعك يطلع وردي وحلو كده ذهبي جميل قوي. يسخن الزيت طبعا زي ما احنا عارفين، وكل البنات الحلوه اللي عايزه تتعلم السمك ازاي ما تخافيش، هاتي وجربي واعملي واقلي في البيت واعملي حاجتك في البيت جميله قوي. اروح مسقطه بقى كده في الميه بعد ما حطيته في الدقيق والنشا. الميه دي بقى بتخلي ايه السمك محافظ على ايه، على كيانه. يعني ازاي على كيانه؟ يعني خليه دي شخصيه كده، مقرمش كده والحته ماسكه نفسها ومش طري كده مسخسخ كده، لا بيبقى جميل قوي. فحته الميه حركه الميه دي جميله، بس يا ريت تتبليها عشان ايه ما تنزلش التتبيله في السمك في الميه فالتتبيله بتاعته تقع، فتبقى الميه متملحه يعني. تبداي تقلي كده بسم الله ما شاء الله كده وعلى مهلك، وما تخافيش ان الميه مش هتطلع بقى طرطيش زيت ولا حاجه. ما تخافيش، اعملي بالحركه دي جميله جدا هتعجبك قوي. ودلوقتي هتشوفي السمك قد ايه جميل وشكله حلو كده ويفتح النفس. قلنا تغيير شويه يعني ايه، يوم يعدي كده ايه نعمل فيه سمك. ما تحاوليش تقلبي السمك الا لما تحسي ان الناحيه اللي هي فيها الزيت يعني بدات تاخد لون شويه. ما تقلبيش السمك وهو ني عشان ما يتهريش منك. لو قلبتي السمك وهو ني هتلاقيه بصي ايه نزل فتافيت كده واتفتفت كده في الزيت ومش حلو. فدايما لما ياخد لون ابداي قلبي فيه زي ما انت عايزه، هيبقى ماسك نفسه وهيتحرك معاكي بكل سهوله. بصي لون بقى السمك عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصي اللون جميل جدا جدا جدا. ايه رأيكم بقى في شكل السمك؟ جميل يجنن بصراحة. يا رب بس شكل السمك يعجبكم وان شاء الله. وريحته بصراحة كانت مخلية الشقة ريحتها جميلة. السمك بقى مش زفر ولا حاجة، لا حاجة فريش كده ونظيفة ومغسول كويس مفيهوش زفارة. ريحة التتبيلة جميلة جدا جدا. مش قادرة اقول لكم بقى، الواحد يعني كان اللهم اني صايمة. جميل بصراحة، كان طعم جدا جدا ومسكر وحلو قوي، عجبهم جدا جدا. بصي قلبي كده السمك من ناحيتين، من هنا ومن هنا عشان طبعا السمك تخين شويه. بصي بقى قربت كمان، بصي لونه جميل ازاي، حلو قوي قوي قوي. اهو من كل الجناب كده قلبي عشان طبعا السمك تخين شويه فمستوي معاكي، مستوي بس ما نحرقهوش، تحمريه بس ما يتحرقش. من كل جنب كده على كل جنب شويه، تبص تلاقيه بقى استوى كله وبقى كله لون واحد وكله سوا واحد زي ما انت شايفه كده. نحط بس ايه كده حته كمان و... وتحمري السمك بس زي ما انت شايفه كده. عشان نلحق نرجع مش هقول لك بقى. حمري كده وبصي ما تخافيش. حطي السمك في الميه، حطي في الطاسه على طول، ما تخافيش مش هيطرطش عليكي زيت ولا حاجه. وكملي بقى بقيه السمك بتاعك كده زي ما انت عايزه اهو بالشكل ده. الميه ما بتخليش الزيت يتحرق، ما تخليش الزيت ينزل في الزيت ويتحرق، بيقعد فتره كبيره الزيت لسه فاتح وحلو. بصي جميل ازاي. يعني عملنا يعني ما شاء الله قربنا نخلص اهو، والسمك ما اسودش والزيت ما اسودش ولا اتحرق ولا حاجه.
اقلي كده وقلبي كده. بصي السمك الصغنن عسل قوي، كان طعم قوي على فكرة. اهو كده ايه، احنا السمك خلاص ايه ده، قربنا نخلص كده. هناخد بقى ايه الراس ديت اللي انا قلت لكم عليها، ومقطعها لي حتت كده عشان تستوي معايا، تتحمر كده وتتعمل في الصلصه. عايزه تاكليها برضو مقليه كده مش هتقول لا، جميله. فبيبقى جميل قوي على فكره. هنا بقى كنت انا خلصت خلاص، قلت اعمل بقى سلطه الطحينه. عملنا سلطه خضار، وقلت اعمل دي الطحينه اللي احنا عاملينها مع بعض في القناه. هنحط بقى شويه ليمون كده، شويه طحينه، وهننزل بقى ناخد حته تتبيله كده من بتاعه الفراخ، من بتاعه السمك. تتبيله السمك بتبقى حلوه قوي في الطحينه، لان فيها بقى ملح وكمون وتوم وكل البهارات فيها، فبتدي الطحينه طعم جميل قوي 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 قوي. هنقلب الطحينه وشويه ميه صغيرين كده، ما تكتريش عشان ما تبقاش خفيفه معاكي. نحط الاول بس شويه خل صغيرين بيعززوا الطعم برضو مع الليمون، بيخلوا طعمها جميل قوي. وقلبي قلبي قلبي قلبي، ونحط شويه ميه صغيرين شويه بشويه كده لحد ما توصلي لايه، لسمك الطحينه اللي انت عايزاه. وكده خلصت الطحينه اهو. بصي، وعملنا بقى عصير جوافه باللبن، عصير جميل قوي. قلنا برضو تغيير شويه. آه، قلبي قلبي كده وشويه ميه صغيرين وخلاص. والطحينه خلصت وجميله جدا، وطعمها كان حلو قوي قوي. الخلطه بتاعت السمك مخليه طعمها جميل قوي، متملحه ومتحدقه وحلوه قوي. وكنا عملنا الرز اهوت، الرز بالبصل، بص جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. وعملنا سلطه خضار وجرجير وخس وهيصه بقى اهو. وادي السلطه وادي الرز وادي السمك، شوفوا شكله جميل ازاي. السمك حلو جدا جدا ولونه جميل، ومفيد جدا كمان للاطفال، حلو قوي، بينمي يعني بيزود قدره الذكاء، وبيخليهم بيركزوا كويس. لو في امتحانات ولا حاجه اعملي سمك، حلو قوي يعني، بينمي الذكاء عند الاطفال. وادي شكل السمك بتاعنا. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم وتعملوا السمك بطريقتي. والى اللقاء في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.